البنت بتجري بسرعة وبترمي السيجارة من إيد اللاعب على الأرض، فيغضب جدا ويقطع ورقة كانت معاها ويدوس على كل الآيس كريم اللي بتبيعه. لاعب تاني يقرب ويقول دي بنت غلبانة وده رزقها الوحيد، لكن الأول يرد ببرود إنه مش فارق معاه. التاني يحاول يواسيها ويجمع الآيس كريم من أرض، بس البنت تفضل تشير على اللاعب الأول وهو يتجاهلها. بعدها تلم شوية زلط وترميه عليه، ولما يبدأوا ياخدوا بالهم تطلع ورقة مكتوب فيها ما تخلوش اللاعب ده يلعب، لكنه يخطفه منها وممزقها. بعد شوية الكورة تيجي ناحية البنت بالغلط، تقوم ممزقاها هي كمان. في اللحظة دي يجي رجل أمن ويسأل فيه إيه، فيقولوا له إن البنت منعاهم يلعبوا، فيطلب منهم يمشوا ويسألها بهدوء ليه مش عايزة اللاعب ده يلعب، فتشاور عليه. فجأة أثناء اللعب اللاعب يقع مغمى عليه، البنت تجري عليه وتساعده، وبعد لحظات يرجع يتنفس. تقول له قبل الماتش لما رميت المنديل بعد ما دخنت شافت عليه دم، وعشان كده كانت بتحاول تمنعه يلعب. ساعتها يفهم غلطه ويحضنها ويشكرها. متنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك.